السلام عليكم. اخبار انتدابات ميركاتو، برشا كلمات سياحه، برشا اشاعات. هذا الكل باش نحكيو عليه في الفيديو نتاع اليوم. ميركاتو ملاعبيه البطوله التونسيه، ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي، ملاعبيتنا التوانسه عامه. لكن قبل كل شيء كالعاده، كانك ماكش مشترك في القناه اشترك، جيم للفيديو، ادعس زر لايك. هكا ما بقى لي كان نقول لكم يلا بينا. دونك نبداو مع اول ملاعب هذا. بالله قبل كل شيء خلينا نحل بارونتيز صغير. الملاعب هذا كنت حكيت في فتره يظهر لي من الاوائل، كان ما كنتش الاولاني، وقلت لي محمد علي بن رمضان الملاعب هذا راه قريب برشا للانتقال مع نادي فرانك فوريس في الدوري المجري. برشا ناس قالوا لي يا معلم نجيب في كلامك كلام تاع قهاوي، بالله يزيك من الكلمتين هذوكم. يا اخي شبيك انت تجيب في كلام وتصنع فيه من راسك؟ الحمد لله تو اخويا مواقع التواصل الاجتماعي الكل والبلاتوات الكل واللي راديو كلها بريس بدات تضمن في كلامي في 85 90% محمد علي بن رمضان باش يكون موجود مع الفريق هذايا. دونك يا حبيبي انت راك وقت اللي باش تكتب التعليق هذاك يا اصبر شويه يا اسالني منين المصدر. كيما كيف زاد راهو صارت قبل مع كريستو الحامي اللي يلعب في النجم الساحلي واللي هو تو حاليا لاعب للاهلي المصري. وقتها جو باهي هداف البطوله يلعب مع النجم الساحلي. صحيح وقتها فما اشكاليه للنجم الرياضي، لكن معناها وصلتني بعض الكلمات من الخيال الموجودين في الحامه، قالوا لي راهو هكا وهكا ممكن تصير هكا وهكا. خرجت وقلت قبل الناس الكل اللي فيديو انا موجود، قلت راهو كريستو نجم البطوله الصعد راهو في طريق، والا فما كلمات نسبه كبيره باش يكون موجود في الاهلي المصري. برشا كيف ناس خرجوا لي في التعليقات يا معلم شنو الكلام، اما اهلي نتاعك راهو ماشي لفرنسا، راهو ماشي لترى شنو كلامك نتاع قهاوي. الحمد لله في الاخر راهو كلامي طلع صحيح. راهو دونك راهو نغلطوا بالطبيعه في بعض الكلمات. بعض الكلمات صحيح راح نجيبوها من الفيسبوك من باجات كبيره، لكن كيف زاد راهو فما كلمات زاد نجيبوهم من لي سيت ويب، لكن راهو فما سيت ولا اثنين ندفع عليهم في الفلوس. دونك كيف زاد حتى راهو بعض الكلمات كيما معناها ياسين العياري وقت اللي كان في سليانه جاتني معناها الخبر. معناها سبحان الله فما ناس راهي تحب تعطيك تعمل لك الخير، وناس تحب تعطيك لو بلوس. وقت اللي يجيك الخبر نخرج انا واحد من الناس نقول راهو ملاعب هذاك موجود في كذا، الملاعب هذاك جاتني عليه خبر كذا. دونك بالله هيك التعليقات السخيفه هذيك حاجتين يا خويا، يا اعمل تعليق موضوعي انقدني فيه، والا خلي التعليق نتاعك، والا اسالني شنو هو المصدر. دونك هذايا موضوع ونسكروه. نرجعوا لمحمد علي بن رمضان اللي ان شاء الله باش يكون قريب برشا من الانتقال للفريق هذايا. بالطبيعه فرانك فوريس المجري الا عليه باز عيسى العيدوني. هو كان مهتم به ديجا من الميركاتو الشتوي، العقد ممكن يمتد 3 سنوات. دونك تجربه باهيه صحيح ماهوش حاجه كبيره لمحمد علي بن رمضان. كنا نستناو باش يمشي للدوري الفرنسي والا حتى الدوري الانجليزي، حتى الدرجه الثانيه نحكيو على تشامبيون شيب. جاتوا بعض العروض من بعض النوادي الانجليزيه، بعض النوادي في الدرجه الثانيه الفرنسيه والدرجه الاولى البلجيكيه، لكن يظهر لي محمد علي بن رمضان يظهر لي باش يمشي لفرانك فوريس المجري اللي راهو باش يشارك في رابطه ابطال اوروبا. وعندنا برشا ملاعبين ان شاء الله الموسم القادم باش يكونوا موجودين في الشامبيونز ليج. شكون المعوض نتاع محمد علي بن رمضان؟ المعوض باش يكون يظهر لي بنسبه كبيره هو ملاعبي موجود حاليا في المنتخب الوطني التونسي، مشى في بلاصه فراس بالعربي اللي اصيب. راهو زي كيف نحلوا بارونتيز صغير بالنسبه لي. فراس بالعربي ما نقتنعش اللي هو الملاعب هذايا تضرب. كيف احمد خليل اللي كان هو المعوض الاول لفراس بالعربي قال اللي هو مضروب. كيف راني مانيش مقتنع اللي احمد خليل مضروب. لكن نرجع لمحمد وائل الدربالي اللي بنسبه كبيره باش يكون هو موجود في الترجي الرياضي التونسي عوضا لمحمد علي بن رمضان في الموسم القادم. وتنتقابلوا يا اخويا، اعطيني حاسبني بالكلام اللي نخرج به. دونك نمروا لملاعبي اخر ان شاء الله الموسم القادم باش يكون موجود في رابطه ابطال اوروبا. الملاعب هذا اللي تالق اللي بعد عن المنتخب الوطني التونسي وبعدوه. الملاعب هذا وقت اللي باش يكون في فورمه، وقت اللي يكون في فورمه ما نعيطولوش، وقت اللي يكون معناها ماهوش في فورمه وحال تحليله وما يلعبش نعيطوا له ونحكيو على لغز سيف الدين الخاوي. سيف الدين الخاوي اللي انتهى عقده مع نادي كليرمون في الدوري الفرنسي، قريب برشا للانتقال من دينامو زاغرب. دينامو زاغرب بطل كرواتيا، دينامو زاغرب اللي لعبوا فيه برشا ملاعبيه معناها كوفازيتش مودريتش، برشا ملاعبيه نجوم، هو بوابه لاوروبا. دونك سيف الدين الخاوي كيف باش يكون موجود بالطبيعه في رابطه ابطال اوروبا الموسم القادم. نحكيو على نسبه انتقال توصل حتى 90%. نحكيو زاد على مرتضى بن وناس اللي سيبون
كثر عليه الكلام ديجا في الاونه الاخيره اللي هو باش ينتقل للترجي الرياضي التونسي. الملاعبي سي بون جدد العقد نتاعو مع قاسم باشا التركي. الملاعبي كيف معناها بالتجديد العقد ل 2026، ديجا عمره 29 عام، معناها 32 عام باش يخرج من تركيا، باش يسكر الكارير نتاعو غاديكا. خلينا زاد كيف نحكيو على الياس الصخيري اللي كان موجود ضمن التشكيله الافضل في افريقيا. كيف زاد الياس الصخيري موجود في افضل التشكيله في البوندسليغا. هذه حاجه كبيره بالنسبه للاعب عدى سيزون كبيره برشا. بالطبيعه الناس الكل نستناو بكل تشويق الانتداب والى ميركاتو الياس الصخيري، وين باش يكون الياس الصخيري الموسم القادم. حسب فابريسيو رومانو نعرفوا الناس الكل اللي قال راهو الياس الصخيري قريب برشا للانتقال للاشبيليه الاسباني. وكنت حكيت بالطبيعه في الفيديو السابق على المعلومه هذه. ايمن دحمان بالطبيعه اللي انتقل الى الحزم السعودي، وكنت حكيت عليه. معناه ما يغيظني لهنا اللي الحارس الاول للمنتخب الوطني التونسي ماشي، الفريق صاعد للدوري الممتاز في ولا يسموه هم الدرجه الاولى، الحاصل اللي باش تكون فيها برشا اسماء الموسم القادم. دونك انت باش تلعب مع فريق ديجا معناها طالع سنه، ما فهمتش انت الحارس الاول للمنتخب الوطني التونسي تلعب في النادي الرياضي الصفاقسي. دونك اموال تمشي الفريق يلعب على نقولوا معناها 6 7 8 المراتب الاولانيه، لكن مع فريق كيما هذايا، مع انك باش تلعب ضد بنزيما رونالدو برشا اسماء باش تجي، نيمار ممكن يكون موجود في الهلال السعودي، نتصور كل طرح معناها ايمن دحمان باش ياكل 3 4 ذوكم موجودين في قلبه. دونك ايمن دحمان رانا نتصور في الفتره القادمه باش يكون بعيد عن المنتخب الوطني التونسي. ما نتصورش معناها الناخب الوطني باش يعيط حارس مرمى يقبل في 20 هدف في 4 ولا 5 مباريات. هيثم الجويني اللي كيف كان قريب والا كثرت عليه الكلمات بانتقاله للترجي التونسي في صوره ما الترجي اللي باش يعمل حمله كبيره في الانتدابات، لكن هيثم الجويني قريب برشا للانتقال الى الاهلي القطري. فراس بالعربي اللي كنت حكيت عليه بكريكا وخرج معناها من المنتخب الوطني التونسي بسبب الاصابه. فراس باش يواصل مع عجمان الاماراتي للموسم القادم 2024 بحكم اللي معناها البوند التسريحي نتاعو 4.5 مليون يورو. يظهر لي بوند تسريحي يعني مبالغ فيه بالنسبه لامكانيات فراس بالعربي. نحترموه اللاعب هذا، لكن ماهوش يعني باش تدفع فيه انت. بار اكزومبل نحن نقولوا الترجي اللي حبت على فراس بالعربي، باش تجيب فراس بالعربي باش تجيبه معناها ب 15 مليار ولا معناها كلام ماهوش مقابل بعضه. دونك الفرق هذه نتاع الشرق الاوسط صحيح راهي ماهمش معناها نحن مش في بالنا العباد هذوما مكشبتين ورؤوسهم مربطه ومعناها ويخسروا برشا في الفلوس. لا يا بابا، راهم ما يخسروش، راهم يعرفوا يحسبوا. لكن في الكام تاع فراس بالعربي ما فهمتش علاش 4.5 مليون يورو. دونك بالفلوس هذه خلينا زاد نمشيو لملاعبي اخر، ملاعبي اللي ممكن باش نتصدموا الناس الكل. الخبر ماهوش مؤكد 100%، لكن هكا فما كلمات معناها خرجت اللي نعيم سليتي اللي معاش باش يواصل مع الاتفاق السعودي. نعيم سليتي بدا يخمم رسميا يظهر لي بانه يعتزل كرة القدم بسبب الاصابة على مستوى الظهر. الإصابة هذه اللي قلقاته برشا في السنوات الأخرى. برشا زاد كيف كلمات قالت اللي نعيم سليتي ممكن يكون موجود في الترجي التونسي. بالنسبة لي كان معناها تواجد في الترجي، مع انه يظهر مرة أخرى راهو مصاب مع الغلطة متاع شرارة في أول الموسم. نتصور معناها باش يعملوا كارثة الإطار الطبي متاع الترجي، ويظهر لي الجماهير متاع الترجي ماهيش باش تسامحهم معناها كل سواء النتيجة. دونك راهو نعيم سليتي ملاعبي كما نعرف الناس الكل، ملاعبي فنان، ملاعبي عايق الواري، نجم يفسخ لك حتى 5 6 ملاعبية عادي جدا ويسجل لك أهداف باهية، خاصة وقت اللي باش يلعب في بطولة محلولة والا لعب ماهوش برشا اجريسيف والا النيفو ماهوش عالي برشا، يوريك برشا معناها فرجة وبرشا كرة. دونك ان شاء الله بالتوفيق نعيم سليتي، سواء معناها كانوا باش يعتزل كرة القدم والا حتى باش يواصل سواء في البطولة التونسية والا حتى في بطولات اخرى، بحكم اللي هو قدم برشا للمنتخب الوطني التونسي. دونك هذوما الاخبار اللي عنا، هكا يضر يوصلنا لنهاية الفيديو. ما بقى لي كنقول لكم نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.